سوسن من اليمن، مساء الخير. أهلين. تزوجت مرتين، أول مرة صار في طلاق وثاني مرة كان زواج سياحي. وسط أي ظروف تعرفتي على الزوج الثاني؟ وين كنت؟ كيف تعرفتي عليه؟ كانت نفسيتي مش كويسة بعد طلاقي من الزواج الأول. نعم. بسنة تقريبا. فكنت جالسة في منتزه مع الأولاد وكذا، فتعرفت عليه هناك. كيف تقرب منك؟ شو قال لك؟ هو أول ما تقرب كمعاكسة لأي شاب لأي بنت، وصار ردة فعل مني مش كويسة بالنسبة له يعني. فبدأت الحكاية من هنا. كان معاكسات وتطورت العلاقة. بعدين سألتي أكثر عن ماضيه، عن حاضره، قدرتي تعرفي إذا هو ابن بيئتك، سألته كثير بس في بعض الأسئلة كان بيتهرب وأنا ما كنت حابة يعني، مش إنه يتهرب، بيجاوبني بأسئلة بس مش مقنعة، بس أنا ما كنت حابة يعني أضغط عليه حتى يعني ما يطفش. بس هيدا زواج، ما يطفش، بلكي هيدا زواج، هيدا أيوة بس كان أسلوبه مقنع. هو أسلوبه كان مقنع يعني. شو كانت لهجته؟ كان يمني؟ لا خليجي. ما كان يمني؟ لا. هو شو قال لك؟ هو يمني أم قال لك أنا خليجي؟ في البداية قال لي أنا خليجي. قال لك؟ ايه. نعم. وبعدين كان كل شوية أنا لما شفت أنا بعدين يعني جواز سفر كذا جواز، فسألته قال لي لا أنا عندي كذا جنسية يعني ماخذها. نعم. أيوه. تقدم لأهلك؟ لا هو كلمني في الأول على إنه يكون زواج عرفي. ايه. فلما رفض قلت له أنا ماني محتاجة للزواج العرفي، في لو عايز زواج عرفي في بنات كثير بيرضوا، بس لو تشيني فعلا تتزوجني في عندي أهلي، عايز تروح روح. فراح. إيه. شو صار الحديث بينه وبين أهلك؟ ما كان يعني، هو صح انه كان في البداية رفضوا اهلي لانه ما كانش يعرفوا عنه اي شيء. بس صار نوع من التهديد، صار نوع من الضغط يعني، بحكم انه هو كان ضابط في بلده وعنده امكانيات وكذا، فابوي اضطر انه يوافق. فوافق بس على انه ما كان عارفة انه في تهديد؟ لا انا ما عرفت التهديد الا بعد ما تزوجت. كان في حب؟ صار في حب يعني ام كان بدك بس السترة؟ لا ما كانش في حب. هو في البداية أنا لما رضيت على إنه كاستقرار يعني، عايزة نعم. يكون لي بيت واستقرار وحياة يعني مثل أي وحدة بتحب تستقر، يكون عندها زوج وأولاد فقط. في أي موسم التقيتي فيه؟ في الصيف. في الصيف. ما فكرتي إنه باليمن في كتير ضحايا من الزواج السياحي؟ بلا فكرت بس ما عجب بالي، لأنه على إنه خلص إنه زواج رسمي يعني، ما عجب بالي إنه في سياحي أو إنه في تم عقد القران يعني. ايوه تم عقد القران في البيت. كان في يعني كان زواج كامل الاركان والشروط؟ في كان شهود وفي كان مهر، صح انه ما اندفع بس انه انكتب انه في مهر. نعم. ايوه. وكان في شهود وكان في كان في شهود تم تسجيله في المحاكم؟ هذه لا ما اعتقد ما تم تم التسجيل لانه تم العقد في المنزل. نعم. وبعد فتره ما كان في حدا من اهله؟ ما كان في شيء ابدا نهائيا. نهائيا اجى لحاله وقال انه ابوه وامه ميتين ومقطوع من شجره تقريبا، على كلامه يعني. كيف كانت حياتك الزوجيه معه؟ والله الفتره اللي عشت فيها معه كانت كويسه يعني، كان مدلعني يعني زي ما بيقولوا. يعني كان كريم معي؟ كان كريم فعلا، كريم يعني، اعطاني كل اللي اتمناه يعني. شو كانت نظرته للمستقبل معك؟ كنتوا تحكوا مع بعض عن تأسيس عائلة؟ لا أبدا. انت كان عندك نظرة وهو كان عنده نظرة؟ انا كنت بتكلم، قلت شو رايك بنجيب اطفال وكذا وبنعمل بنسوي، شو رايك بدل ما بتضيع الفلوس بالكلام الفاضي، شو رايك بنسوي لنا بيت. كان بيحاول يتهرب، لا مش وقته، خليني بدي اعيشك ملكة، خليك عيشي اميرة الحين وبعدين يصير خير، لوقتها يصير خير يعني. عشت أميرة معه؟ الفترة هذه ايوه فعلا. شو عوض لك؟ هو مو كمادة يعني، لا يعني كحب يعني. الوحدة المرأة دايما عادة تتمنى يعني يكون رجال بيحبها حواليها، حتى لو انا ما كنتش بحبه يعني. هو بيحبني يعني بيطلعني قدام العالم، هذه زوجتي هذه زوجتي هذه، فرحان فيني يعني. يعني حسيت اني فعلا ملكة وشايفة الناس كلها تحتي بهالشيء مش بس شو حسيتي هدفه لكان من الزواج؟ اذا كان بعيشك ملكة وانت كنت عم تقولي بدي عائلة، هو شو كان هدفه؟ يعني كان عم بعيشك ملكة وكان رافض الاولاد. هو ما كان يقول لا انا ما اشي اولاد، لا ما كان يعني انه يرفض هالكلام، يقول لا خليها لوقتها يصير خير يعني. لما بيجي وقتها بنتفاهم بنتناقش في الموضوع. قد ايه استمر زواجكم؟ 6 أسابيع.
بس بس. كيف غادر؟ سافر، قال انه كان ماخذ اجازة وحب يروح يجدد الاجازة، واخذ طبعا كل الحاجات اللي جابها. وين ذهب، قعدت؟ ببيت لبس. بشقة مفروشة؟ بشقة مفروشة. نعم. ايه. واخذ كل اغراضه معه. واخذ كل اغراضه بحجة انه يعني لما الحقه يعني اسافر، انه ما يكونش حمل ثقيل علي وكذا، يخففني يعني من المسؤولية. اخذ اغراضه بس فأخذ- له ام اخذ اغراض الك ايضا؟ اخذ اغراضه واغراضي كمان، اخذ بيتي ومالي وحلالي كله وراح. كيف يعني؟ شو اخذ؟ كيف بيت؟ قال انه عنده ديون وكذا في بلده. وعيشك ملكة؟ عايشني ملكة، ما عشان عايشني ملكة أنا وثقت فيه إنه بحبني يعني، فمستحيل بغدر فيني. فقال لي أنا مديون وكذا فبتساعديني، قلت له لازم، طول ما أنت زوجي وكذا، إذا ما بساعد زوجي مين حساعد يعني. فأعطيت له بعت كل اللي أملكه وأعطيت له إياه بإيده، قلت له تفضل يعني، فلازم أساعدك. فمن بعدها اختفى نهائيا وما شفته. قد ايه تقريبا يعني كل اللي بتملكيه؟ $125,000 اخذهم كلهم؟ كله. شو اخذ معه ايضا؟ عواطف واحلام؟ شو سرق لك؟ هو اصلا ما كانش في حب من الاساس، بس زي ما تقول اني ارتحت انا ده يعني، ارتحت نفسيا وارتحت انه خلاص انه عندي بيت، خاصه اني جلست فتره يعني لحالي لا اهل لا اصحاب، مو من النوع اللي عندي صديقات او اصحاب اني بترددهم، يعني جالسه لحالي يعني. فارتحت نفسيا يعني، وقلت خلاص يمكن حعيش الحياه اللي قدام كويسه امتى بلش القلق والشك يساورك وتقولي انه خلص خرج ولن يعد؟ ما يعني بعد ما سافر بشهر كان في بتجي لي اتصالات من حد غريب، زي اللي بتشفوا فيا او حاجه زي كذا، بيقولوا لي خلاص سابك وهرب، روحي شوفي لك حد تاني لم اولادك، روحي شوفي شيء ناس ثاني. مين، من اليمن ام ناس من الخليج؟ لا من برا، من الخليج. ايوه. وللاسف كانت الارقام اللي تجيلي يعني بدون رقم، فما كنت عارفه يعني، وحاولت اسال وكذا عن اسمه. فتشتي عنه؟ بحثتي عنه؟ ايه، رحت للسفارة وسألت وكذا، ما يعرفوش أي حاجة عنه، ولا الاسم أصلا موجود، ولا يعرفوا عنه أي شيء. فعرفت إنه بعد كذا الاسم اللي أعطاني إياه مجرد اسم وهمي. إذا هلا عم بيحضرك وعارفك أكيد رح يعرفك أنت زوجته، شو بتقولي له؟ الله يسامحه، على الأقل ما يفكر فيني أنا، مش مشكلة، أهم شيء الأولاد يعني، حرام كانوا عايشين في مستوى وهلا نزلهم يعني مستوى أقل بكثير من الأرض يعني. أولادك يعني من طلاقك الأول؟ أيوه. اليوم يعني أنت منك مطلقة؟ لا مطلقة ولا إني متزوجة. أنت ضحية زواج سياحي فعلا. زواج استمر 6 أسابيع. 6 أسابيع. تأكدت إذا هالزواج مثبت في المحكمة؟ لا ما رحت سألت من بعد كده. ليه شو ما فايدة سألت؟ أتأكد أو ما أتأكد؟ أصلا النتيجة هي واحدة، لا حتطلق ولا راح أتزوج ولا حترجع لي حقوق ولا حيرجع لي أي شيء. وما حبيت أرفع قضية أو أشياء كذا، لأن الشوشرة مهما كان الأهل الفضيحة يعني. الفضيحة مطلقة وكذا. أنا ما ارتبطت بالزوج الثاني إلا على أساس إنه كيف واحدة مطلقة تجلس بدون زواج.